السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده عايزين نعمل اكله ما عملناش في القناه قبل كده. ايه هي الاكله بقى اللي ما عملناهاش؟ حذروا فزروا. احنا دلوقتي هقول لكم، هوريكم حاجه منها. اهو الورك بوك بتاعها اهو. هنعمل انارب. ايه هي بقى الانارب وبتتعمل ازاي؟ طبعا انا نقعاها في ليمون وخل وملح ومظبطاها خالص على اساس نعملها مع بعض. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هنزل بقى كده بالكاميرا على الانارب بتاعتنا. الانارب بتاعتنا اهي. تمام كده. بصوا، طبعا انا مش عايزه احطها هنا على طول، بس هحطها عبان ما نشطفها بقى الشطفه الاخيره. بصوا طبعا دي قطعة من الأرنب، ودي القطعة التانية. احنا عايزين نفصلهم بقى من بعضهم كده اهو. خلي القطعة كده معقولة تملى. طبعا الملح هو اللي محصول فيها كده شوية معايا اهو. بصوا لحم الأنارب حلو جدا ومفيد جدا جدا. دي طبعا الراس اهو. طبعا بصوا السنتين بتوعه اهو. انا كنت بخاف منهم وبحسبهم قطط اهو. ده الارنب بتاعنا. بصوا القطعه دي برضو حاساها كبيره. هحاول ان انا اقسمها. لا بس هي فيها عظمه جامده. خليها كده بقى ببركتها. تمام كده بقى. ده الارنب بتاعنا اهو، زي ما انتم شايفين كده الارنب بتاعنا اهو. هروح بقى اشطفه الشطفه الاخيره ونشوف هنعمل معاه ايه. وهنا بقى هوب رجعنا ليكم. معانا طاسه على النار، وطبعا هنا الحله دي على اساس ان بعد ما احمر الارنب هحطه يتسلق. معانا طاسه على النار بقى، هحط فيها بصوا كام مكعب زبده كده اهو. باخد الزبده الصغننه دي عشان تدوب بسرعه زي ما انتم شايفين كده اهو. باخد القطع اللي انا مقطعاها صغنن اهي. تمام كده اهي. بسيحها شايفين. تمام كده. واروح نازله بالارنب بتاعنا اهو. اهو شايفين. بحب قوي اعيد عليه برضو كل شويه رغم ان انا كنت نقعاه. انا خليت بس بره الكبد والقوانص بتاع الكبده بتاعته. هو ملوش قناصه اهو. طبعا لحم الانارب ليه فوائد جامده جدا، اهمها ان لحم الانارب بيبقى مفيد جدا لمرضى القلب. تمام كده اهو. طبعا هسيبه بقى يتشوح. عندك بقى توابل بهارات اي حاجه كده عندك هتطعم الموضوع ماشي. هدي رشه بسيطه كده بس مش ملح، علشان الملح هيخليه ما يستويش معانا. بصوا اهي 7 بهارات، بهارات المرقه اي حاجه كده في السريع على اساس ان هي تدي ريحه مع التشويحه بتاعتنا. طبعا على العين التانية انا مجهزه الحله اللي هنزل فيها بصوا بميه مغليه من الكاتل اهو عشان سليق الارنب. بصوا كفايه كده اهي. طبعا زي ما انتم شايفين. وهنا معانا الكبد والقوانص مش هحطها دلوقتي. وهجيب الماسك بتاعنا اللي هنقدر نطلع بيه الارنب ونلفه بقى. بس انا مش هلفه الا لما بصوا الدم بدأ يطلع. بصوا انا عايزه اوريكم عن قرب. بصوا الدم بدأ يطلع من الرجل اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. على اساس ان انا اشوحه.
وهنا بقى بصوا الحله بتاعتنا اهي، هنزل فيها ببصلايه، وبصوا فلفل اسمر، بهارات المرقه، بصل بودره وتوم بودره، نص معلقه كزبره، معلقه شاي صغننه، كمون. ماشي، دول البهارات بتاعتنا هنزل بيهم علشان يغلوا مع الميه، عشان يدوا طعم طبعا في الميه. هنيجي بقى هنا للطاسه بتاعتنا. تمام اهو، هنبص بقى على الارنب، بس انا هديله بقى رشه بصل بودره اهي. بصوا رشه البصل البودره دي مع التسييح في السمنه بتدي انتعاشه للارنب جميله جدا اهو. بصوا البصل طبعا بيدي طعم مسكر كده اهو. نبدا بقى نشوف الارنب بتاعنا، نقلبه. بصوا هو كده امتص الدم بتاعه خالص، ما بقاش فيه دم بقى كده، ما عندوش دم. بصوا اهو، شايفين شكله؟ شايفين الشكل ظاهر قدامكم اهو اهو. بصوا الشكل، شايفين اهو، ما شاء الله. الريحه مش قادره اقول لكم على الجمال. عايزه اديله برده رشه فلفل اسمر. هو انا حاطه طبعا في العلبه هناك، في الحله هناك، بس انا عايزه اخلي الطعم معاه فلفل اسمر في التشويحه دي اهو. بصوا الجمال، ما شاء الله. تيجي بقى تحطيه في الحله للسليق، يبقى ما ينزلش دم، خلاص هو امتص في التشويحه دي، وخد طعم الزبده كمان. بصوا الجمال، ما شاء الله. ده ظهر الارنب اهو، نخليه يتشوح وارجع له. بصوا بقى وهو بيتشوح كده معانا فصين توم. طبعا انا سبته يتشوح كتير على اساس كانوا هيتحرقوا، فبديهم طعم ويدوا ريحه في الاخر، يعني لما نكون خلاص قربنا نطلع الارنب بتاعنا. بصوا بقى هو كده دلوقتي ما شاء الله. بصوا تشويحه الارنب اهو، شبه تحمير. بصوا هنا بقى فصين الثوم عاملين ريحه مش قادره اقول لكم ولا اوصف لكم جمال الريحه. بصوا، وادي الارنب معانا اهو. نخف يا عم. بصوا اهو، ما شاء الله في منتهى الجمال. هشد بقى الحله بتاعتنا. تعالي ايتها الحله. بصوا بقى، جيبها هنا وانزل بقى عليها اهو بالارنب، مع طبعا هي فيها بصلايه والتوابل بتاعتنا اهو. بصوا ما شاء الله في منتهى الجمال اهو، حتى هيعمل ريحه حلوه قوي اهو. بصوا الثوم اهو كمان اهو، نزلت الثوم بتاعنا. بصوا احلى ارنب ممكن هتتذوقوه. حتى الشوربه بتبقى واخده طعم الزبده وطعم التشويحه، بتحسي ان انت شامه ريحه شواء مع الشوربه. طبعا هنعمل على الشوربه دي ملوخيه بالانارب بقى، وهنظبط. هسيبه بقى يتسلق وارجع لكم. وهنا طبعا مجهزه. بصوا هحط له معلقه ملح، هو كده قرب خلاص يستوي اهو. معلقه ملح تمام كده. بصوا حتى التشويحه باينه، بصوا باينه على الصدر بتاعه اهو. بصوا حمرها ما شاء الله، وطبعا مفيش ريم خالص. وابدا بقى انزل بالكبده بتاعته اهي. طبعا انا نزلت بالحاجات دي لما حسيت ان هو خلاص يعني قرب يستوي اهو، زي ما انتم شايفين.
بصوا بصوا حلو ازاي ما شاء الله، وحمار التحمير باين فيه. وطبعا مش قادره اقول لكم التوم مديله طعم رهيب اهو. والزبده طبعا عايمه على الوش اهي ما شاء الله. بصوا الزبده عايمه على الوش، والشوربه طعمها فظيع. بصوا بقى هنا طبعا بحط الايه البهارات على معلقه صلصه. بصوا البهارات دي اللي هي المفروض هنغطي بيها وش الايه الارنب بتاعنا. بصوا في بهارات المرقه، ودي معلقه بابريكا. كل دول هنزل بيهم ايه على وش الارنب اللي احنا هنطلعه مع بعض دلوقتي. بصوا هجيب الصينيه بتاعتي اهي. انا بعمل كذا حاجه، بعمل حلويات كمان. بصوا الارنب بتاعنا اهو، شايفين اهي. هطلع بقى، انا كنت هطلعه بس قلت اطلع الارنب معاكم اهو. بصوا شايفين، هطلع بقى الارنب بتاعنا. وطبعا عايزه بقى اوريكم تكه انا بحب اعملها قوي اهي. بنزل بالشوربه، الدسم بتاع الشوربه، مش اي حاجه. بصوا الدسم اللي بيبقى، كنت عايزه اجيب مغرفه طويله شويه كبيره شويه اهو. بصوا الدسم، بس انا مش عايزه كتير. طبعا الدسم دوت بيبقى الزبده اهي، بتدي لمعه حلوه قوي اهو. بصوا طبعا في التوابل وفي كل حاجه اهي. عايزه تحطيها كده حطيها، عايزه تدهنيها بالفرشه بس. بصوا بتدي شكل حلو للارنب قوي اهو. وممكن كمان احط عليها معلقه سمنه. بصوا بقى وهوبا رجعنا ليكوا اهي، حطيت عليها معلقه سمنه اهي. بصوا بقى هننزل بقى ايه، هو محطوط الناحيه العكسيه اهو كده وكده صح. هنزل بقى عليها كده اهي اهو. وبحط طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهو، واديها بقى ايه دهان كده اهو بالفرشه. الدهان ده بقى بصوا هيخليها ما شاء الله، هيخلي الارنب شكله تحفه. بصوا اهو اهو. بصوا لان هو كده مستوي، انا هحطه في الفرن بس عشان ياخد ايه شكل نهائي. بصوا شايفين اهو، ياخد بقى الايه الشكل النهائي اهو. وادخله بقى الفرن بتاعنا وارجع لكم بيه. طبعا انا دخلت الارنب الفرن، وهنا باخد بصوا من الشوربه بتاعتنا للملوخيه اهو. وابدا بقى استعد اعمل البتنجان. وهنا طبعا بحمر الشعريه بصوا عشان تبقى واخده شكل موحد. بحط لها حبه ملح اهو اهو عشان تاخد شكل موحد الشعريه بتاعتنا اهو. وطبعا انا غاسله الرز ومجهزاه اهو. بس لازم الشعريه تاخد الايه اللون اللي انا عايزاه. يعني انت بصي اهو علي سنه. بصوا اهو هنعمل بقى ملوخيه بالانارب ورز رز بالشعريه اهو. بصوا اللون لازم تاخد اللون اللي تحبيه في الرز اهو. طبعا الرز بيستوي، وهنا بعمل بتنجان. طبعا الملوخيه ما تنفعش من غير بتنجان. هوريكم برضو الخلطه بتاعت البتنجان بتاعتي. بحب اعملها خلطه غير المعتاده، بقطع فيها مكعبات طماطم وبعمل فيها فلفل وثوم، بتبقى خلطه جميله قوي. هخلص البتنجان واوريها لكم.
هنا زي ما انتم شايفين بقى الديك الرومي اهو، الديك الرومي الارنب طلع اهو بقى شكل الديك الرومي اهو. بصوا بقطع عليه خضره عشان تدي شكل حلو. بصوا اهو بنقص الخضره بالمقص اهو. بصوا الشكل. ونقدر نكمل برضو في البتنجان بقيه الخضره اهو، برضو بتدي شكل حلو قوي في البتنجان. جربوا البتنجان بالطماطم والخضره، بصوا بتدي شكل حلو قوي. طبعا البتنجان بتاعنا اهو بعد ما قليناه تمام كده، وانا بحب اقطع بصوا طماطمايه واحده مش كتير، وانزل عليها بقى بالايه بالملح الابيض بتاعنا اهو تمام كده. واخد طبعا التوم اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض اهو اهو، انزل بالثوم، وطبعا عصره ليمون وشويه خل تمام كده اهو. بصوا الخليط في منتهى الجمال اهو. طبعا الثوم مع الليمون مع الملح الابيض بتاعنا، وانزل بقى على البتنجان كده زي ما انتم شايفين، هخلله اهو كده. بصوا شكل البتنجانيه، شكل البتنجانيه عن قرب تفتح النفس تمام كده. هاخد برضو اللي بعدها اهو. وطبعا الطماطم بتتملح وبتتاكل مع الخلطه دي بتبقى حلوه قوي. عادي الفلفل بصوا انا بغطه في الخلطه كده، الخلطبيطه دي اهي. بصوا الخلطه اهي بنحط الفلفل فيها بيبقى بصوا بصراحه اهو. بصوا وهعمل برضو ناحيه الطماطم كده، انا هنزل برضو على الخلطه دي على الطماطم هنا اهي كده. بصوا بقى اما احط الخلطه كمان على الخيار بصوا اهو. جربوا كده اعملوا البتنجان بالطماطم مش هتصدقوا الجمال. وكده كده اصلا ممكن نخلي الطماطم، فانت بتخلليها مع البتنجان بتبقى حلوه قوي اهو. بصوا بحب اهم من الشغل اكيد عارفين اهم من الشغل ظبط الشغل اهو. بصوا ما شاء الله بتنجان جميل، وحتى ميبقاش طعم التوم جازع فيه، الطماطم بتخليه كده تحس ان هو متطعم بطعم الطماطم، مش بيبقى توم يعني. بصوا اهو ما شاء الله. انا خلصت الرز وخلصت الارنب، وطبعا بعمل لهم حلويات مصورتهاش اهو كده. البتنجان بتاعنا ما شاء الله بقى تحفه. بصوا بقى واجي بقيه الخلطه، شايفين طبق البتنجان عامل ازاي اهو. اجي بقيه الخلطه كده اروح نازله عليها اهو على القوطه المخلله. القوطه دي بقى تبقى قوطه مخلله اهي. وطبعا الخيار بتاعنا واخد الملح والفلفل كمان اهو. حبيت بس اوريكم التكه دي عشان تبقوا عارفينها اهو تمام كده. بصوا شكل طبق البتنجان بتاعنا ايه رايكم؟ شايفين الشكل؟ وطبعا الارنب اهو. ودلوقتي هظبط الرز واعمل الحلويات. وهنا بقى بصوا انا بعمل الشربات وبسيبه في التلاجة اهو. بنزل على طاجن الكنافه اهو. طبعا انا ما صورتش الحاجات دي، بس طاجن الكنافه معانا بالزبيب اهو. وبصوا عامله كمان جلاش اهو لسه سخن الجلاش لسه سخن، بس انا فضيت الصينيتين في بعض اهو. بصوا بنزل عليه بالشربات كده، الشربات اللي انا مفرزاه في التلاجة اهو. بصوا ما شاء الله اهو. ونبدأ بقى نرص. طبعا شايفين شكل الكنافة، نبدأ بقى نرص الجلاش بتاعنا حواليه اهو داير ما يدور كده اهو. عايزه تحشيه بقى، انا ما حشيتوش وانا عاملاه كده بالشكل ده، هبقى اعمله لكم مره على انفراد كده
بس هيعجبكم قوي اهو. بصوا شكل طبعا الغدا بتاعنا النهارده اهو. حاول ان انا اظبط، اخد الحاجات اللي هي متصفيه اهي عشان الشربات اهو. الشربات جه زياده هنقيسه اهو في اهو. وهنا بصوا الملوخيه بتاعتنا، بصوا بديها شويه سكر عشان ادعم اللون الاخضر بتاعها. بصوا الملوخيه بقى بالانارب، بالانارب اهي. بصوا خدت غلوه اهي. طبعا الناحيه التانيه بجهز بقى ايه الكزبره بتاعتي اهي. بصوا الكزبره المطحونه بحبها قوي على الملوخيه. بجهز الحاجات وبحب احط برضو شويه كده هنا، بتدي طعم خطير. وطبعا زي ما انتم عارفين التوم بتاعنا، هقلب الكزبره مع الملوخيه اهو. بصوا الجمال اهو تمام كده. واخد بقى معانا هنا التوم بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده. كده كتير، كده كتير، كفايه كده. انا بحب التوم برضو بيخليها حلوه قوي. هشيل بقى الملوخيه واديها هنا، وابدا بقى اعلي النار معانا عشان نعمل طشه الملوخيه. شايفين طبعا لون الملوخيه جميل. وفي تكه هوريها لكم برضو بحب اعملها مع الملوخيه، اني اول ما التوم ياخد تشميعه كده من النار بروح حاطه منه شويه على الايه اهو. بس هوطي النار شويه عشان هنبدا نغرف بقى الغدا بتاعنا اهو. وهنا طبعا بصوا التومه على وشك اهي خلاص. هبدا اعلي عليها النار، كنت مهديه النار. بصوا بحب اخد التركه بقى، اخد ايه حبه من التوم كده احطهم لسه ما كانوش اتحمروا التحميره النهائيه، بيدوا طعم خطير للملوخيه. تمام كده. ودي التومه بتاعتنا اهي. ههدي عليها النار سنه عشان اتشعفت قوي اهو. بصوا وابدا بقى انزل بالتومه. طبعا الشهقه اللي بيشهقوها شهقه الملوخيه اهي. بصوا ما شاء الله. انا هقرب لكم الملوخيه هتشوفوا شكل الملوخيه وخضرها وجمالها. بصوا لو ان الكاميرا اصلا حساها عامله من اثار البخار اللي انا شغاله فيه في المطبخ، بس بصوا شكل الملوخيه شكلها خطير خطير. وهنا بقى بصوا هنغرف الملوخيه. ما شاء الله. انا بحب كل واحد بياخد طبق الملوخيه على قده، ما ينفعش اتنين ياكلوا من طبق واحد اهو. بس انا خايفه يقع اهو. بصوا الملوخيه بنغرفها كل واحد طبقه خاص بيه. ملوخيه بقى بالانارب. بصوا ما شاء الله. وبعمل طبق زياده ساعات على اساس ان لو حد خلص طبقه وعايز طبق تاني وكده اقدر اقول لكم الفيديو. طبعا هي لسه بقيه الجلاش في الفرن وكده اقدر اقول لكم ادي الارنب بتاعنا صاحب الفكره او الهدف النهارده. وطبعا الرز اهو زي ما انتم شايفين والمخللات والحاجات دي. اتمنى الاكل يعجبكم وما تنسوش تشتركوا معايا في القناه، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.